أتصور أن من صميم واجبات منظمة مثل منظمة السيسو أن تساهم في تطوير المفاهيم التي تطبق العلاقات الحضارية بين الدول الأعضاء وما بين العالم بشكل كامل. أنا في الحقيقة لم نضيف، نعرف حينما في علم التكنولوجيا حينما نصوغ مفهوما معينا نحن أمام إشكاليات إبستيمولوجية في الحقيقة، لعل أهمها هو مفهوم الهوية والغيرية، أي ما هي العناصر التي العمودية التي تميز هذه الدبلوماسية وعناصرها المكونة، هذا من حيث الهوية مبدأ الفصل. ثم هناك مبدأ آخر ومبدأ الغيرية، كيف لنا أن نستميز أو أن نميز هذه الدبلوماسية الحضارية عن باقي الدبلوماسيات الأخرى بما فيها حتى الدبلوماسية العسكرية. الآن في هناك حديث عن الدبلوماسية العسكرية في حين أن التدخل العسكري هو حينما تفشل كل الدبلوماسيات في التدخل. السؤال هنا ما هي عناصر الائتلاف والاختلاف والتفارق والتعارض التي تقيمها هذه الدبلوماسية الحضارية بوصفها مفهوما جديدا مع باقي أنماط الدبلوماسيات المعروفة والمدروسة في العلاقات الدولية. الوحدة الاصطلاحية في علم المفاهيم تقتضي ثلاث عناصر أساسية: بعد لغوي تركيبي، والبعد المنطقي التصوري لأن هناك فرق بين مفهوم التصور، ثم البعد الاجتماعي أي قدرة هذا المفهوم على الديوع والانتشار. فما هي الآليات التي تقترحونها لترسيخ هذا المفهوم لينتشر وينتصر؟ شكرا جزيلا.